السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم علاء فهمي من ايزي ميكس، ورجعنا من جديد بعد غيبة طويلة جدا. طبعا اللي متابعني على التيك توك أنا يعني متواجد بشكل مستمر هناك. برضو كنت منقطع عن التيك توك بقالي شهرين تقريبا، ولكن بالنسبة لليوتيوب بقالنا حوالي سنة من السنة اللي فاتت زي الوقت ده ما عملناش فيديوهات. وطبعا ده سببه إن أنا يعني سبت المزيكا وتخصصت أكتر في مجال صناعة الأناشيد وهندسة صوت القرآن الكريم. فبصراحة كنت مركز على التيك توك، ويعني بقالنا كتير ما نزلناش حاجة على اليوتيوب. اللي خلاني طبعا أرجع أنزل إن في فرص اليومين دول في كذا بلجن كده حلوين أوي نازلين فري، فقلت كده يعني أعمل لكم فيديوهات كده عن البلجنز دي. من فترة كانت Universal Audio عاملة عرض قوي جدًا، كان في 12 plugin أو 10 تقريبًا تختار منهم واحد مجانًا. كان حاجات حلوة يعني، كان في Pultec وكان في LA2A وكان في Plate Reverb وال1176 تختار منهم واحد يعني. بس ساعتها اتشغلت بصراحة، ما لحقتش أعمل فيديو، العرض كان سريع كده ما لحقتش. بصراحة ما كنتش متابع أصلًا. بس وقع قدامي النهارده plugin حلو جدًا، هو الplugin مفضل بالنسبة لي للdelay، وهاقول لكم يعني السبب ليه هو مفضل. طبعًا الفترة اللي فاتت يعني ليه بقى لنا سنة ما بننزّلش محتوى، زي ما قُلت لكم لإني سِبت المزيكا. الفترة اللي فاتت كنت مركّز على الأناشيد، اديتها كل تركيزي وكل وقتي. الحمد لله قدرت أعمل كورس لهندسة صوت القرآن الكريم، وكورس تاني كامل لصناعة الأناشيد من الصفر لحد الاحتراف، كورس ضخم جدًا خَد منّي وقت كبير. آمم كورس حوالي 26 ساعة شرح، فالحمد لله يعني. وطبعًا كان في أناشيد كتيرة اشتغلت عليها الفترة اللي فاتت كانت واخدة كل وقتي. بس إن شاء الله اليومين دول نبدأ نرجع كده وننزّل محتوى إن شاء الله، بس طبعًا هيكون في المجال اللي أنا تخصصت فيه اللي هو القرآن والأناشيد. طبعًا اسم القناة ما بقاش easy mix، بقى علاء فهمي أناشيد producer. وأناشيد producer يعني كل ما يخُص الأناشيد بدءًا من كتابة الكلمات، ثم التلحين، التوزيع بالأصوات البشرية، هندسة الصوت. طبعًا مساحة واسعة جدًا، وكورسات وكده. دي الحتّة اللي إحنا أو دي الحتّة اللي أنا بقيت شغّال فيها، ودي الحتّة اللي لو نزل محتوى على اليوتيوب أو على التيك توك هتلاقوا يعني الكلام في الحتّة دي يعني بعيد عن المزيكا خالص. طيب تعالَ عشان ما نرغيش كتير يعني. تعالَ نشوف الplugin بتاع النهارده إيه هو، وإيه هو العرض، وإزاي نحمّله وكل القصص دي. تعالَ الأول نسمع كده جزء من الأنشودة دي. طبعًا الأنشودة دي اسمها رجل الإسلام لمحمد صلاح. آآ الأنشودة دي كانت متسجّلة أصلًا قبل كده، يعني الvocal كان متسجّل من غير توزيع ومن غير intro ومن غير أي حاجة، فأنا عملنا الintro وعملنا التوزيع وخلّيناها إيه بنت ناس يعني. فتعالَ نسمع كده الدخول والمذهب بتاع الأنشودة، وبعد كده أوريكم بقى الplugin وإزاي نستخدمه وكده. رجل الإسلام محمده عرف الإسلام فعرفني، قد كنت أهيم على حزن جاء المختار فأوقفني، من لي إلاه بهاويتي أرسله الله ليلقفني، لولاه ضللت على كذبي تعبا بالعيش وبالكفن، وببحر الذنب قضيت.
الجزء ده فيه plugins وفيه حوارات كتيرة، بس أنا ممكن أسمعكم الحتة دي بتاعة الهارموني اللي أنا عملتها دي هنا لوحدها عشان تعرفوا تسمعوها يعني. ملكت وقد غارقت سفني، كم جاهد في الله وحيدا أذاه الظلم وآسفني. يعني دي حاجات الهارموني ده أنا عامله بصوتي 3 طبقات بيعملوا كده زي كلايمكس أو ذروة في الأنشودة يعني، تصاعد يعني. المهم يعني عشان ما نطولش، الأنشودة موجودة، هابقى أسيب لكم اللينك بتاعها على الساوند كلاود تسمعوها، لأن هو منزلهاش على اليوتيوب. المهم يعني تعالى بقى نشوف نجرب بقى البلجن ونشوف ايه هو البلجن وكده. طبعا هنا مفيش بقى ديلي، يعني هنا الصوت مفيهوش ديلي. نسمع محمده عرف الإسلام. نسمع الصوت من غير ميكس كده. خلي بالك الصوت هو كان جاي لي كده، يعني الصوت كان جاي كده في ريفيرب وفي كده، يعني زي ما قلت لكم الأنشودة كانت معمولة أصلا. رجل الإسلام محمده عرف يعني في نسبة ريفيرب، في نسبة ديلي، ظبطناها، حطينا لها نسب تانية وظبطنا الدنيا. نسمع كده بعد. رجل الإسلام محمده عرف. في ديلي بس طبعا مش واضح قوي. هنحط بقى ديلي عشان اوريكم بس البلجن الجديد. فهندوس اد افكس من هنا كده، ندوس اد افكس channel. تمام، هندوس مثلا نسميها ديلي، خلاص، ونغير مثلا لونها من هنا كده. تمام. طيب هنيجي هنا بقى نحط مثلا البلجن الجديد بتاعنا اللي احنا هنتكلم اسمه ايكو بوي، طبعا مشهور جدا. ايكو بوي اهو. مش عارف هي دي النسخة، لا مش دي النسخة الفري. ثانية اجيب لكم النسخة الفري، نشوف النسخة الفري. فانا عملتها ايكو بوي، هو ده ولا مش هو ده؟ ممكن اكون لسه مع ثانية نعمل كده ايوه هي دي GR ايكو بوي GR. انا سطفتها بس ما فعلتها على الفروتي لوبس، ما فعلتهاش هنا، مش مشكلة. اهي دي النسخة اللي نازلة فري اهي. تمام. طبعا ايكو بوي يا جماعة ده من افضل انواع الديلي. هو وليه اسباب بقى، اقول لكم ليه، يعني ايه الحاجات المميزه اللي فيه. طبعا زي اي ديلي يعني، مش حوار. هتلاقوا فيه الزمن طبعا بكل سهوله، بتحدد تمن 1/16 ربع. الموضوع سهل جدا من غير حسابات، بتشتغل بالطريقه اللي هي التقليديه بتاعتنا. فبتقدر تحدد انت عايز ايه، ربع، نص، تمن، اي حاجه، خلاص. وتقدر تحدد انت عايز ايه، عايز تتعامل بالتايم او او مثلا بطريقة النوتة اللي هو مظهورة او نص مظهورة او كده. طبعا دي اسهل طريقة انك انت تظبط الزمن لو انت بتشتغل انشودة. وبعد كده بتظبط بقى يعني الديلي حسب ما انت عايز. يعني تعالى مثلا تعالى نسمع صوته كده مع الصوت الاساسي اللي هو ده. رجل الإسلام محمده عرف الإسلام فعرفني، قد كنت أهيم على حزن جاء المختار فأوقفني، من لي إله بهاويتي. تعال نظبط بقى مثلا التايم ده على مثلا نص كده، ونخلي الفيدباك مثلا قليل شوية. نسمع هنا طبعا الميكس ده يا جماعة دايما نخليه ويت 100%.
ما دام هنحط الديلي على يعني auxiliary track زي ما أنا عملت كده، يبقى خلّي الميكس 100% علشان القناة دي كلّها تبقى إيه، تبقى عبارة عن تردُّد، ما يبقاش في جزء من الصوت الأصلي. دي بس الميكس ده باستخدمه إمتى؟ لمّا أحُط الplugin على الصوت على طول مباشرةً. في الحالة دي أنا باعمل إيه، في الحالة دي أنا عادي جدًا ب ب ب باستخدم الmix knob ده. لكن ما دام هاشتغل بالطريقة الاحترافية بتاعة إن أنا باعمل auxiliary track وكده، فأنا إيه، باخلّي الmix على الweight 100%. خلاص كده؟ والecho time ده الtime بتاع الإيه، بتاع الdelay. تعالَ نسمع. رجل الإسلام محمده عرف الإسلام. فده إيه، ده مثلًا نُص، لو إحنا خليناه ربع. رجل الإسلام محمد. بيبدأ الإيه، الdelay يظهر بدري. خلاص؟ تُمن. رجل الإسلام محمد. بيبقى بدري أوي. طبعًا أنا لمّا باجي أشتغل مثلًا زي ما شرحت في كورس القرآن الكريم كده، أو هندسة صوت القرآن، بنعمل بقى كذا حاجة، يعني نعمل واحد تراك تُمن، تراك ربع، تراك نُص، وبنقعد نضبّط النسب. خلاص يبقى إحنا باضبط من هنا الإيه، الزمن بتاعي. خلاص خلينا مثلًا آخُد النُص. رجل الإسلام محمد. خلاص الfeedback طبعًا أقدر أتحكّم في عدد التكرارات اللي هي بتحصل، يعني لو أنا زوّدت هيقعد يكرّر كتير أوي. رجل الإسلام محمد. عقبال بُكرة بقى. خلاص يبقى الfeedback أنا باخلّيه قليل يعني. رجل الإسلام محمده عرف الإسلام. تمام؟ فيعني زي أي delay. تمام، وأديني باشرح برضه إزاي تستخدم الdelay، إزاي تعمل delay للصوت. إحنا عندنا هنا باضبط هنا الزمن، وهنا باضبط الfeedback عدد التكرارات اللي بتحصل. تمام، وهنا الmood اللي هو wide اللي هو بيبقى يعني stereo. خلاص، وبعد كده عندنا البينج بونج اللي هو بتلاقي الإيه الdelay يعني نجرّبه كده، هتلاقي الdelay بيروح ناحية اليمين وناحية الشمال. رجل الإسلام محمده عرف الإسلام فعرفني. خلاص كده؟ طيب الجزء ده بقى خاص بإيه، بالsaturation بتاع الdelay. ركّز معايا. دلوقتي عندنا الصوت الأساسي، وعندنا التكرار اللي بيحصل وراه. الجزء ده بيعمل saturation للإيه، للdelay نفسه، الصوت اللي بيتكرر. أنت عايز نوع الdelay اللي يحصل يبقى بأنهي character، لإن الdelay لمّا تيجي بقى تذاكر الdelay وإزاي حصل وإزاي جرى، تلاقي إن هو مَر بمراحل كتيرة، وكان في أجهزة واستخدموا أجهزة مختلفة وتقنيات مختلفة وبتاع. يعني كان في مثلًا الTap machine بيعملوا الdelay عن طريق الTap machine، و ومرّة كانوا بيعملوا يعني في هنا مثلًا Studio Tap دي اللي هي الإيه يعني Tap غالية، وcheap Tap كان ليها يعني Tap رخيصة. يعني دي كان ليها character، دي ليها character في الdelay. تمام، يعني بيتم إنتاج الdelay عن طريق الإيه، الTap machine. والPlex ده جهاز. تمام، الspace والambience دول خاصين بالcharacter بتاعة ال الdelay يعني. والtransmitter برضه دي حاجة خاصة بالsaturation، ال يعني طريقة التصنيع بتاعة الجهاز اللي بيحاكيه. يعني دي دول كذا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 8 mood خاصين بالcolor بتاع الdelay. يعني الصوت اللي هيتكرر ده يبقى الcolor بتاعته الsaturation بتاعته. خلاص كده؟ أنت يعني تقعد بقى تجرّب، يعني لو أنت عايز حاجة احترافية أوي تقعد تسمع، تركّز في صوت الdelay الcharacter بتاعته إيه. نسمع مثلًا. رجل الإسلام خلّيها على الwide مثلًا. رجل الإسلام محمد. نخلّي مثلًا على الPlex ونسمع. رجل الإسلام محمده. لاحظت الcharacter بتاعة الdelay الصوت اللي بيتكرر يعني اتغيّرت. نسمع الspace.
رجل الإسلام محمده مكتوم شوية اللي هي تشيب تاب. رجل الإسلام محمد فاتح شوية ميموري. رجل الإسلام محمد. عارف انت يديك احساس ان انت ذكريات يعني او حاجة زي كده، يعني في كلر مختلف. والامبيانس رجل الإسلام محمد، يعني بيحط لك الايه، بيحط لك الديلي جوه امبيانس او جوه مساحة صغيرة قوي. تمام. الترانسميتر رجل الإسلام محمده عرف حلو قوي، يعني مدي افكت كده، اللي هو عارفين الافكت بتاع الفون افكت اللي هو بيشير الهاي فريكوينسيز واللو فريكوينسيز. تمام. فدي افكتس تعتبر يعني الكالر بتاعت الايه، بتاعت الديلي. وهنا بيديك لو كات لو انت عايز تقلل يعني تشيل شوية من الديلي. رجل الإسلام محمد، يعني تخلي صوت الايه، تخلي صوت الديلي رفيع. رجل الإسلام محمد، يعني شوف كلنا من الايه، من الهاي فريكوينسيز. رجل الإسلام. تمام. لو ممكن تاكل من الهاي فريكوينسيز في الديلي، تعمل كده تلاقي ايه صوت الديلي ايه اتكتم. رجل الإسلام محمده عرف عرفت؟ يبقى ده ايكولايزر سريع كده. طبعا ده الانبوت والاوتبوت يعني، وده زرار الساتوريشن. عايز تزود الساتوريشن تعال نزودها على الاخر ونسمع. رجل الإسلام محمده عرف الإسلام فعرف. خلاص يبقى ده خاص بكأنك بتحط الساتوريشن. فده يا جماعة ديلي ممتاز جدا. طبعا في هنا بريسيتس كتيرة لو انت عايز تعمل بقى حاجات كتيرة بقى، يعني دبلنج سلاب كل الحوارات بتاعت الكورس وبتاعت الديلي موجودة. خلاص. فده بلجن ممتاز جدا، وده البلجن اللي انا بستخدمه دايما، لان هو مش ديلي عادي. فاهمين؟ هو ديلي اولا في اوبشنز زي ما احنا شرحنا، وفي نفس الوقت هو بيحاكي اجهزه الانالوج. فاهم؟ فبيديك برضو ساتوريشن فخامه للشغل بتاعك. تمام. والاستخدام بتاعه رائع، وكانك بتستخدم جهاز، يعني دنيا حلوه وببلاش. نازل عليه عرض، بس خلي بالك طبعا انا شرحته، فالفيديو هيكون مفيد حتى بعد ما العرض ينتهي. تقدر بعد كده تحمله براحتك او تشتريه او كده. ف فالفيديو يعني هو شرح للبلجن، وبرضو انا بقول لكم احسن بلجن اللي انا بستخدمه ايه هو. خلاص. ف وفي نفس الوقت هو دلوقتي ببلاش، يعني اللي هيلحق بقى يحمله يعني ايه، يلحقوا يحملوه. هو لانه ببلاش النهارده وبكره بس، النهارده وبكره بس. تعال نشوف كده الدنيا على الموقع. الدنيا على الموقع بص بقى عاملين هم طبعا الايام دي ايام اخر السنه دي بيبقوا عاملين 10 12 لحد اول السنه، بيقعدوا يعملوا ايه، عروض وحاجات. فانتوا خليكم مركزين مع الشركات اليومين دول، وانا ان شاء الله برضو هحاول ايه لو لقيت اي حاجه كده هجيبها لكم ان شاء الله. خليكم متابعين القناه اليومين دول لحد كده، يعني شهر واحد ما يعدي كده، الفتره دي كلها بيكون فيها بلجنز كتيره يعني. شركات بتتجنن يعني بص شركه ساوند تويز منزله 12 بلجن، بس منزلاهم ايه بقى كل يومين. هما من 1 ل12، فكل يوم بينزلوا 2 يعني 2 بلجن تقريبا، او بلجن كل يومين. مش عارف بصراحة، مش مركز قوي. فالمهم يعني ان البلجن بتاعنا اللي هو شرحته ده هو هيبقى متاح يوم 10 و11 بس. يوم 10 و11، 10 و11 اللي هما ده كده. خلاص كده. هما 12 يوم. تمام. هينزلوا في ال12 يوم 6 بلجنز. ففي بلجن تار حلو كده. احنا دلوقتي في البلجن التاني اللي هو اللي احنا شرحناه ده، اللي هو هيبقى النهارده وبكره. خلاص. وبعد كده يوم 12 و13 هنزلوا بلجن تاني، 14 و15 هنزلوا بلجن تاني. هم 6 بلجنز يعني. فلو انا جيت مثلا قلت له ايه البلجنز دي على فكره يعني ايه، آه هي يعني مش مهمين قوي يعني. تمام.
بس ده أهم واحد بقى، ده أهم واحد اللي هو الEcoBoy ده أهم واحد فيهم، الحاجات التانية حاجات خاصة بالإيه، بالeffects وبتاع، بس برضه هنشوف لو في حاجة حلوة هانزّل لكم عنها فيديو. طبعًا أنت عشان تحصل على الplugin تخش على الصفحة دي هاسيبها لكم في الdescription، أو طبعًا تقدر تخش عليها Sound Toys، اكتب 12 days of Sound Toys في جوجل هيجيب لك الصفحة دي. عشان تحصل على الحوار ده تقدر إن أنت يعني تحط الإيميل بتاعك هنا وتدوس subscribe مثلًا كده، وتدوس subscribe هيبدأ يدخّلك على، طبعًا أنا خلاص أنت كده اشتركت تمام، بتدوس بقى هنا عايز بقى تحمّل plugin بتدوس هنا، وبتدخّل اسمك والإيميل بتاعك والcountry وتدوس وبتاع، وزي ما بتقعد بقى تحمّل أي plugin مجاني بيجيب لك صفحة البيانات، تحط بياناتك، تحط الاسم مش عارف الرقم البريدي والقصص دي كلّها، وتحمّل ويبعتوا لك على الإيميل، بيبعتوا لك على الإيميل طبعًا زي رسالة زي كده، بيبقى فيها بيبقى فيها التفاصيل، لينك التحميل، download بتدوس download، هو بييجي لك بعدها بشوية بييجي لك رسالة في الإيميل، بتدوس على download، وبعد كده بيدّيك الserial number، طبعًا الserial number ده خلاص أنا دخّلته، فطبعًا اتسجّل على الجهاز بتاعي يعني، هو طبعًا بيدّيك option إنّك تسجّل الplugin على الجهاز أو على فلاشة يعني، اللي هي الفلاشة بتاعة الدونجل يعني، فطبعًا مثلًا تختار الكمبيوتر يعني، هو خلاص هو بيحُط ده على الكمبيوتر وخلاص على كده، تمام، بس هو متاح النهارده وبُكرة بس خلّي بالكم، فدي طريقة التحميل يعني والقصة دي. وفي plugin بقى مهم جدًا يا جماعة، إن شاء الله هاعمل لكم عنّه فيديو، plugin يعني ده بقى فرصة بجد، بس هو لسه قدّامه يعني 30 يوم، فأنا ادّوني يومين كده هاعمل لكم عنّه برضه فيديو عشان برضه أشرح لكم أشرحه لكم برضه يعني، أنا ما باحبش أنزّل ممكن أعمل لكم فيديو أقول لكم في plugin وبتاع وخلاص وحمّلوه وشكرًا، أنا باشرح لكم إزاي تستخدموه برضه عشان خاطر يبقى الفيديو برضه حتى بعد العرض ما ينتهي تقدروا تستفادوا برضه من الفيديو، ما يبقاش الفيديو خلاص ما لوش لازمة يعني. في نفس الوقت اللي ما يعرفش يعرف يستخدمه، يعني مش أنت حمّلته ورميته. وباقول لكم بقى يعني برضه أهمية الplugin يعني هل هو plugin مجاني وخلاص والّا plugin ليه قيمة يعني؟ فأنا عملت فيديو عشان ده plugin فعلًا، ده أنا باستخدمه في الdelay يعني فاهمين؟ ده هو ده الplugin بتاع الdelay اللي أنا باستخدمه، فاهمين؟ يعني مش عشان هو مجاني فإحنا شرحناه، لأ هو ده اللي أنا باستخدمه، وهو ده recommended يعني المُوصّى بيه. خلاص، فشكرًا، نتقابل إن شاء الله الحلقة الجاية، وإن شاء الله ما نقطعش بقى إن شاء الله ونكمّل محتوى بإذن الله، وتابعوني على التيك توك، هتلاقوني على التيك توك كتير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.